مراد مولانا هانزو كل الاخوه. تفضل الشيخ محمود. حيا الله دكتوره حنان. الشيخ عمار لو سمحت، في سوره هود تعالى دكتوره حنان، تعالي شوفي المصيبه. يقولون والله مشكله يا كل ساعه سؤال وما يجاوبون على اسئلتي. يجيبني عن سؤالي. النبي دكتور اريد ايضا الدخلين بالنقاش. يقول النبي نصين، النبي نص بشري ونص انه معصوم. حجي بس اريد اعرف نص هيجي لو هيك بالنص، يعني شلون هيك بالنص لو هيك شلون حتى نعرف يعني احنا اهل سنه وجماعه لو النصين. والله عجيبه. تفضل شيخ محمود. يا شيخ عمار، في سوره هود قال تعالى. بس لحظه، عجبني عن سؤالي. حينما حرم النبي اخطا ام لا؟ اذا قلت ما اخطا لماذا عاتبه الله؟ اذا اخطا كيف يخطئ بالتشريع؟ جاوبون على هذا السؤال يا اخي. جاوبون على السؤال. بسيط. هذا ليس تشريعا. هو عندما لم ياكل العسل وقالت سيدة عائشه اني اشم منك رائحه مغفر هذه. اذا لماذا تعتبرونه دليلا على نفي عصمه النبي؟ تقولون انه يخطئ. انتم دائما حينما تناظرون الشيعه تجيبون بهذا دليل على نفي العصمه. قلنا مرارا لا ينافي عصمة النبي في التبليغ. إذا ماكو دليل. أحسنت، أنت الآن صرت مع الشيعة. كل الأدلة المؤتى بها من أجل ضرب عصمة النبي سقطت، أسقطتموها. هذا لا على نحو التشريع، وذاك لا على نحو النسيان، وموسى لا على نحو الذنب، وانتهت القضية. صرتوا شيعة. خلاص. إذا أي واحد يستدل بالآية لما تحرم إنه ضربة بالعصا المحمودية، عصا محمود ورشل، العصا الورشلية. سيبنا نتكلم لو سمحت، سيبنا نتكلم. نعم دكتور. استاذ وائل ما جيتش البرنامج جاي، انا مش عارف اتكلم منك. تفضل. ما اقول لك تفضل، والدكتوره ايضا تجيبك. تفضل. قال تعالى في سوره هود ونادى نوح ربه فقال هرب من الايه اللي الزم بها الشيخ عمار. لا الا بالله العلي العظيم. وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك، إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فالسؤال هنا عندما سأل نوح رب العزة هل سأله عن علم أم لا؟ نعم سأله عن علم. أنا أقول لك سأله عن علم مسبق. قل وين دليلك؟ خلي الشيخ عمار. اطلب منه الدليل. لا تهرج. اطلب منه الدليل. أنت تقول سأله عن علم. هذا الدليل سيدنا، هذا الدليل في الآية نفسها. هذا الدليل في الآية. يا أستاذ وهي تجري بهم. مش الراجل اللي جايبينه معاكم في لحظة. يا غير تسكت، غير سألت تسمع. هو بما أنه سألني لو سمحت لي سيدي جزاك الله خير. تفضل شيخ. الله تعالى يقول في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن إلى آخر قوله تعالى. الذي سبق عليه القول بعلم نوح عليه السلام هي زوجته، أما ابنه لم يسبق له علم بأنه قد سبق عليه القول، لذلك طلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون ابنه من الناجين. فالله سبحانه وتعالى قال لا تسألني ما ليس لك به علم، وهذا هو جواب سؤالك وانتهت القضية. لماذا قال وإلا تغفر لي وترحمني؟ كما ذكرنا قبل قليل النبي كان يستغفر من غير ذنب تواضعا لله سبحانه وتعالى. وقضية داود استغفر وأناب أيضا كما ذكر القسطلاني إنه من غير ذنب وإنما تواضعا لله تعالى. أدري القضية داود لأنه تسرع. أنا حجي وعد أسألكم بالله الآن لو جاء نبي إلى هذا البث ويسمع هذا الكلام سيكون مع من؟ لو الله أرسل نبي يدافعون عنه معنا لأننا ندافع عنه. عجيب. الإجابات لو جاء نكتب وذنوني إذ ذهب مغاضبا تظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه. تواضعا لله، هذا تواضع لله.
طيب الله سبحانه وتعالى يقول ولا ينال عهد الظالمين. إذا كان يونس عليه السلام يقصد الذنب اسمع والمعصية الكبرى، كيف صار نبيا؟ كيف نال العهد؟ كيف نال العهد؟ اسمع يا المشكلة أنتم ما تريدون الجواب، تريدون الإشكال دون الجواب. أنت تقصد حينما قال يونس إني كنت من الظالمين قصد ظلمه لنفسه أو تواضعا لله سبحانه وتعالى؟ وإلا لو كان الظلم بمعنى المعصية الكبيرة الله سبحانه وتعالى يقول لا ينال عهد الظالمين، فكيف نال يونس عليه السلام عهد النبوة وهو ظالم؟ إذن هذا من تواضعه لله سبحانه وتعالى وليس عن ذنب فعله. احنا في دعاء الإمام علي عليه السلام ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكر يقول له يا ربي، صح لا دكتور أنت سنية، غير يقول له يا ربي أنا ظلمت نفسي أنا كذا. لماذا؟ لأنه ما في إنسان يقف أمام الله ويقول له ربي أنت خلقتني وأنا أعطيتك وأنا مو ظالم، أنت اللي تريد حقك أعطيته. غير واحد يتواضع. ومن اللي أعطى الله؟ دائما العبد المؤمن يشعر بالتقصير أمام العطاء الإلهي. لا يوجد. ذلك الإمام يقول حجي كلما قلت لك الحمد وجب علي أن أقول لذلك لك الحمد. حتى كلمة الحمد لله تستحق كلمة الحمد لله لأنك سمحت لي أن أقول لك الحمد. لا الوهابي يريد يوقف أمام النبي يعارك رب العالمين. يا الله أنت مو خلقتني وصليت، مو قلت لي صلي ركعتين، صليت ركعتين. يا الله أنت وأنا. يا أستاذ وعد، يا أستاذ وعد تم قوله. عندي اسمع بس خلي تتكلم الدكتورة تسألك سؤال. تفضلي دكتورة. بص يا سيدي الفاضل، في النص اللي هو سيدنا النبي غير معصوم، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أبصر امرأة وأتته الشهوة الآدمية، وحضرتك بتقول ده بكل فخر في البخاري. لا وين موجود كتب السنة؟ أيوة طبعا. سيدنا النبي رأى امرأة فدخل على السيدة زينب بنت جحش وهي تمعس منيئة فقضى حاجته، ثم خرج الصحابة فقال لهم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فمن أبصر منكم امرأة فليأتي أهله. وقال إن هو لا تقبل في صورة شيطان، يعني تقبل في صورة شيطان فقط. وبيعلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته الشهوة الآدمية في غير أهله فليأتي أهله. أنا عايزة أسألكم سؤال، سيدنا النبي معصوم في التبليغ فقط، لو كان غير معصوم ما دون التبليغ هل هيحاسب؟ يعني سيدنا النبي قد يكون يعني من ضمن صغائر الذنوب تجمعت عليه ويهلك للناس اللي هي بتقول ان هو معصوم فقط في التبليغ. طبعا حاشاه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو ادى الرساله، ولكن الجزء الاخر اللي هو غير معصوم فيه هل هيتحاسب زينا ويقف؟ وفين الشفاعه بقى؟ المفروض اللي يشفع لنا يكون نقي من كل الذنوب. احب اسمع اجابتك. يلا تفضل جاوبها اخونا محمود. إجابتي عن هذا سبحان الله، يعني على رأي من كان بيته مزجاج فلا يقذف الناس بالحجارة. هذه عندكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة عارية فقال سبحان الذي خلق فيه. أنا مش سبحان الذي خلقك في وسائل الشيعة وفي بحار الأنوار وفي عيون. لا دكتورة احنا اذا عندنا نظرة الى الله تبارك وتعالى من هذه الرواية وفي عيون يلا انت الان احنا اذا عندنا يا رجل شوفي دكتورة الهروب، والله ابرأ الى الله ان النبي يتلذذ وما اعرف ايش، ابرأ الى الله من هذه الرواية. انت الان قول ابرأ الى الله. نأتي للرواية يا فندم دي مغالطة وأنت كذلك. أنا عايز أسمع إجابة منك أنت كسني. عيون أخبار الرضا الشيخ الصدوق الجزء الثاني الصفحة 181. هي سنية ناقشناها بالرواية، هي سنية يا رجل. قول اللي أنت عايزه للشيعة. سبحان الله. أنا تخجلون معصوم. اسمع يا فندم، أنا تخجلون يا باشا. انت قلت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في التبليغ، الجزء اللي هو مش معصوم لما اتته الشهوه الادميه بسبب ان هو راى امراه، ولما سيدنا النبي افصل ان الناس تصيب قبل حرام ويكتفي بان الناس تصلي وتتوضا وتصلي فقط. نص الحديث ليس هكذا. نص الحديث هيقام له الميزان يا فندم. يعني سيدنا النبي هيلزمه طائره في عنقه، وقد يكون
ذنوبه اكتر من حسناته. عايزه اسمع اجابه لو سمحت. هتسمعي ولا مش هتسمعي؟ نص الحديث ليس هكذا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من وقعت عينه على امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن لها ما لها، فإن عندها ما عندها. يعني شنو المناسبة اللي قال فيها هذا الحديث؟ ما هي المناسبة التي قال فيها هذا الحديث؟ وليس أستاذ محمود، يا أستاذ، ولا له علاقة ولا له. لماذا بترت نصف الرواية؟ نصف الرواية أنتم عندكم روايات مخجلة يا أستاذ أرجوك. الرواية السنية اللي قرأتها الآن اقرأها كاملة أرجوك. أنا أحفظ هذا الحديث عن ظهر قلبي يا رجل. اقرأ الرواية كاملة. إذا نظر أحدكم إلى امرأة فأعجبته فليأتي أهله. ليش قال هذا؟ ليش قال؟ النبي رأى امرأة فأتى زوجته وهي تمعس مليئة فقضى حاجته. ما شاء الله. النبي أتته الشهوة الآدمية.